السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو. اليوم راح نعمل تحلية باردة حلوة ومنعشة اللي هي تحلية الليمون. هذه التحلية مليحة بزاف خاصة السهرات نتاع رمضان، ومليحة لمحبي الليمون، فهذه التحلية مناسبة لكم بزاف. وما نحتاجوش فيها مقادير كثيرة، راح نحتاجو فيها الليمون، الحليب، وايضا راح نستخدم معها ايضا السكر، ونزيد لها واحد الميلونج نتاع الليمون، بودرة الليمون أو ميلونج تستخدم في لي غارنيتور تاع لي طارط والديسير. إذا أنا استعملت نصف لتر نتاع الحليب، زدتلو 2 ملاعق كبار نتاع المايزينا أو النشا، وراح نزيد لهم السكر أنا ضفت 3 ملاعق كبار، ويعني السكر حسب الذوق، تقدروا تزيدوا تقدروا تنقصوا. وراح نستخدم أيضا لو زيت دو سيترون، أنا استعملت لو زيت نتاع حبة وحدة. وبالنسبة للعصير استعملت عصير حبة ليمون، وراح تستعملو في الأخير بعد ما نخلص مش الآن. بالنسبة لقشور الليمون يعني نحاولوا نستعملوا فقط الطبقة الخارجية، ما نوصلوش للأبيض لأنه آه، المذاق نتاعو مر، ويرجع لنا التحلية نتاعنا مرة، يعني ما نتعمقوش في القشورة. إذا أنا استعملت هذا المسحوق أو الميلونج هذا اللي يستخدم في لي غارنيتور نتاع لي طارط والديسير. بالنسبة لي ساكنين هنا في كندا، هو موجود في يعني في كل المحلات تاع لي غروسري. وبالنسبة لي ساكنين خارج كندا أو في الجزائر أو في مكان آخر، تقدروا تستعملوا الفلو تاع الفانيلا. إذا حطيت الخليط نتاعي على النار، نخلطو حتى يرجع يعني ثقيل وكثيف. إذا بعد ما وجد لي الخليط نتاعي، ضفت له عصير حبة ليمون. إذا مثل ما قلت خليو العصير للأخير. بالنسبة لهذا الميلونج اللي استخدمت أنا في الأول كي تكونوا تخلطوا فيه، راح تحسوا نوعا ما كأنه الحليب بدا ينفصل على، والماء وحده والحليب وحده، ولكن فيما بعد لما تستمروا في الخلط راح يعني يرجع نورمال. إذا أنا اخترت هذا الكؤوس، ممكن تختاروا أي نوع من الكؤوس عندكم. راح نعمر الكؤوس نتاعي ونخليها حتى تبرد وتاخذ درجة حرارة المطبخ، ومن بعد نحطوه في الثلاجة يبرد، يعني ساعة فما فوق راح يرجع جاهز. إن شاء الله تجربوا هذه التحلية لأنها سهلة وما تاخدش بزاف الوقت وما فيهاش مقادير كتيرة، يعني تحضر في دقائق. إذا عجبكم فيديو اليوم ما تنسوش تخليوا لي لايك هكذا باه يوصل إلى أكبر عدد من المشاهدين. وتاني فضلا وليس أمرا ما تنسوش تشتركوا في القناة هكذا بما تتفاعل لي القناة، خاصة أنه خاصة أنه القناة تاعي جديدة وبحاجة يعني للمشتركين باه تتفاعل. إذا راح نخليه يبرد، وبعد ما يبرد نحطوه في الثلاجة. إذا التحلية نتاعي بعد ما وجدت وبردت طلعتها من الثلاجة، هذه هي زينتها بشرائح الليمون. الصراحة جات رايعة، منعشة حلوة باردة وبنينة بزاف. إذا راح نوريكم القوام نتاعها كيفاه جات. إذا هذه هي التحلية نتاعنا، إن شاء الله تجربوها، ونقول لكم إلى اللقاء. نلتقي في فيديو قادم، مع السلامة.